بونسواري، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني يا حبايبي. احنا مع بعض في سلسلة سؤال وجواب. معانا سؤال جديد، يلا نشوف السؤال بيقول لنا ايه. في حد بعت لنا بيقول: كنا خارجين انا وخطيبتي، وبعدين واحنا مروحين وقفت تبص على حاجة عجبتها، فانا قلت لها نفسك في ايه وانا اجيبهولك علشان افرحها، وانا اصلا بحب اشوفها مبسوطة. فدخلنا نسأل على الحاجة. سعرها كان عامل 900 جنيه. فأنا ما كنتش عامل حسابي على المبلغ ده كله. فقلت لها ممكن نأجلها شوية وأنا هشتريها لك الحاجة دي أو حاجة أحلى منها كمان. فلقيتها زعلت جامد وتعصبت، وطول ما احنا ماشيين تعاتب فيا اني ليه ما اشتريتهاش. فانا اتحركت وقلت لها مش معايا المبلغ ده. فبعد ما روحنا لقيتها بتقولي كل شيء اسمه ونصيب، وتعالى خد حاجتك، انا مش هقدر اكمل مع واحد بخيل زيك. فانا لومت في نفسي اني ما جبتلهاش الحاجة اللي نفسها فيها، مع اني والله كنت هجيبها لها، بس ما كانش معايا المبلغ ده كله وقتها. وقلت لها هجيبها لك اول ما يبقى معايا فلوس. فاتصرف ازاي انا دلوقتي؟ اوكي، هي كبرت الموضوع على حاجة بسيطة. انت عادي يعني، انت كلمها وفهمها ان انت عادي وقتها ما كانش معاك الفلوس دي وخلاص، انت اول ما هيبقى معاك الفلوس هتجيبها لها. معلش يعني التعامل شوية هي تعامل اطفال، يعني مش كل حاجة هنظبط فيها هنبقى فلوسها جاهزة معانا دلوقتي ان احنا نجيبها. ايه الاوفر اللي احنا فيه ده؟ القصة حاول تفهمها ان القصة مش قصة بخل، انت ما كانش معاك الفلوس دي ساعتها، ولكن اول ما هيبقى معاك الفلوس دي هتجيبها لها. روح ربنا يفتح لك الابواب المغلقه. فخليها تفرق ما بين انها انت مش بخيل. القصة مش قصة ان انت معاك الفلوس بس مش عايز تجيب. يعني حاول توضح المعلومة وتقول لها لا، انا دلوقتي ما كانش معايا الفلوس ان انا اجيبها، ولكن اول ما يبقى معايا الفلوس هجيبها لك. وحتى ممكن تدخل والدها في الامر وتفهمه والله حصل 1 2 3، هي دخلت وشبطت في حاجة معينة، ولكن انا ما كانش معايا الفلوس في وقتها ان انا اجيبها. تمام، بس اول ما يبقى معايا الفلوس هجيبها لها. فمش القصة ان انت بخيل ومش عايز تجيب، بالعكس انت عايز تبسطها وتعمل كل حاجة تبقى هي فرحانة بيها. انتوا خلاص السوشيال ميديا والهبل ده جننكم. فبس انت اتكلم معاها وفهمها والموضوع هيبقى سهل وبسيط. برضو اصحابنا وحبايبنا في الكومنتات يكتبوا لنا رأيهم ايه. وما تنساش بقى تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس، ونشوف كل القصص الجديدة معانا. واشوفكم في حلقة جديدة. اورفوار.